لم يكن هناك طريق واضح داخل غابة الأديرونداك، فقط الرياح العنيفة والضباب الكثيف، وذلك الكوخ المنعزل الذي ظهر نوره الخافت وسط الظلام. تقدم الرجل ببطء، وكل خطوة فوق الأوراق المبتلة كانت تبدو أعلى من اللازم، وكأن الغابة كلها تراقبه. حين وصل إلى الشرفة الخشبية سمع صرير الألواح تحت قدميه، ثم لاحظ آثار خدوش عميقة على الباب، كأن أحدهم حاول الهرب. فتح الباب بحذر ليجد نفسه داخل كوخ مهجور، الغبار يملأ المكان، والنوافذ ترتجف بعنف، وصور قديمة تحدق فيه من الجدران. اقترب من المرآة المكسورة، لكن ما رآه خلف انعكاسه جمد الدم في عروقه. امرأة شاحبة تقف بصمت خلفه. استدار بسرعة، لم يكن هناك أحد، فقط الصمت وصوت أنفاسه المرتجفة. أمام الدرج المؤدي إلى الأعلى سمع خطوات ثقيلة قادمة من الطابق الثاني، خطوات بطيئة ومتعمدة، ومع كل درجة كان الظلام يزداد كثافة، حتى لمح في نهاية الممر شبح امرأة واقفة بلا حركة. فتح باب الغرفة الأخيرة فوجد كرسياً هزازاً يتحرك وحده قرب النافذة، والستائر تتطاير رغم أن النوافذ مغلقة. وفجأة خرجت المرأة من تحت السرير تزحف بطريقة غير بشرية، وشعرها المبلل يجر خلفها فوق الأرض. ركض مذعوراً نحو الأسفل، لكن الأبواب أغلقت نفسها، والجدران بدأت تهتز، وكأن الكوخ لا يريد له الرحيل. تمكن أخيراً من الهرب إلى الخارج، لكنه حين التفت نحو النافذة رآها تقف هناك تراقبه بصمت من خلف الضوء الأصفر الخافت، واختفى كل شيء.